ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان الفيديو اللي فات جاب اكتر من 2000 مشاهده، وده حاجه حلوه قوي بالنسبه لي ان يوصل للرقم ده، فقلت اعمل فيديو جديد على طول كده في السخان. من فتره صغيره كده شوف براك فتح مطعم والناس كلها راحت هناك عشان تاكل، فهنعمل ايه؟ لازم نحط التاتش بتاعنا ده اكيد. هنشوف بقى الناس عملت ايه هناك، بس قبل ما نبدا لازم نصلي على النبي وندعي لاخواتنا في فلسطين يا رب ينصرهم يا رب ويعينهم على اللي هم فيه. بس يلا بينا نخش على الفيديو. استنى، راح فين؟ لا استنى على طول كده. اعمل اشتراك يا صاحبي، مش تعمل كده على طول، تك عليها والموضوع خلص كده عشان نكبر بقى وتبقى عيله كلها مع بعضها كده. يلا بينا نخش على الفيديو. بيلا حضر، بيلا جه، بيلا عند شيف براك وهيعمل اللي عليه. طبعا الاستاذ بيلا طبعا راح يقيم الشيف براك بنفسه مع المصريين، لازم نحط التاتش بتاعهم، ما ينفعش يعدي كده الموضوع كده بالساهل. لا ليه؟ بعد ما صحيت من النوم لقيت مصر كلها ممنشناني. انا من ضمن الناس ما منشتكش، ما قلتلكش روح عنده. الراجل معروف، الناس كلها من كل حته في العالم بتروح تاكل عنده، طلع تروح تقيمه؟ يا المصريين برضو الدنيا عندهم مش عارف ايه. شيف براك وصل مصر، الحمد لله على السلامه، وعلى الله التسهيل. هنبدا عاملين صرح الله اكبر، شكل خيالي بسم الله ما شاء الله. كل حته معموله بدماغ عاليه. كده انت جاي تحسد الراجل، كده انت مش جاي تاكل. خليك في حالك يا باشا، شوف انت تاكل ايه بسرعه يلا وتاكل على الله عشان احنا مش فاضيين. فعلى الله التسهيل. شيف قطع علينا الكاميرا مش اشكال، يلا. كمل. انا هبدا النهارده بالمقبلات. الطبق ده ثمنه 550 جنيه في المنيو. ايوه، ما انا شفت الفاتوره. انا واحد محتاج شويه حلوين عشان يروح ياكل عند الشيف براك، دي حاجه كده يعني. بينزل زي ما هو كده، 5 الاطباق اللي معاهم شكل كويس جدا. مبدئيا انا مبسوط بشكل التقديم، الاستقبال بتاع الناس، الاسترحاب بتاعهم حاجه كويسه جدا جدا جدا. ولكن خلينا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه محتاج تاكل تاني عشان تاكد على المعلومه؟ في ايه يا عم؟ مالك يا عم؟ تقول على طول حلوه ولا وحشه؟ هي كده كده يعني ان شاء الله تطلع حلوه يعني من غير ما اي حاجه، بس مالك يعني مقفر الدنيا ليه كده؟ المطبخ التركي مش جديد، لان انا قعدت 6 شهور قبل كده في تركيا. الناس القريبين مني فعارفين. فانا المطبخ التركي فبجد من عشاق، انا من عشاقه. الراجل كان بقاله 6 شهور في تركيا، عرفنا ان انت بتصحى تركي وبتنام تركي وبتشوخ تركي، عرفنا كل الكلام ده. حلوه برضك سلطه الزبادي، بس مززه شويه، بس طعمها تمام شغال. تمام شغال. لا اول مره اشوف حد راح عند الشيف براك كده اللي الناس كلها بتروح له من كل حته في العالم وله تمام شغال. تمام شغال ايه يا عم؟ الله يرضى عليك يا عم، احنا خلاص جايين في الهيفا بنصدر. هنيجي اللي هو المفروض اهم شيء عندهم. على كده ده طاجن الشيف براك. ايوه كده بقى، خش علينا كده بقى بالحاجات الحلوه بقى عشان ايه الواحد نفسه اتفتح. خش. بسم الله. ده عباره عن بتنجان مفروم معمول زي البابا غنوم كده، بس ده افتح شويه، حاطين له طحينه زياده، حاطين له زبادي زياده، فطعمه كويس جدا. نيجي لتست اللحمه. بسم الله. ما بحبش الحركه دي، انا ما بتفائلش بيها. انا بحس ان بعدها في بلاعه هتطلع من بقك. كانت عملتها مرتين، مش متفائل وربنا ما متفائل، خلي بالك. جوده اللحمه كويسه، ولكن كانت محتاجه تستوي اكتر من كده شويه. انا بحب اللحمه تكون مستويه. انا ماليش دعوه انت بتحبها مستويه ولا مش مستويه، هي حلوه، هي حلوه، الله يرضى عليك، هي حلوه. وخصوصا اللي احنا عند شيف كبير زي شيف براك، خلينا نقول عشان هم لسه فاتحين، فممكن يكون الضغط عليهم كبير. بسم الله ما شاء الله، المكان عندهم شغال، حاجه كويسه جدا. مش معنى الحاجه طالعه نيه سيكه او هي عاوزه تستوي اكتر من كده معنى اللي هي فيها عيب، بل بالعكس والله العظيم. الحاجه بما يرضي الله الكويسه بنقول عليها كويسه. وعلى فكره بالمناسبه والله ما اعلان ولا الناس كانت تعرف ان انا جاي اصلا. ليه هم يعني مش عارف اقول ايه. يعني هم المفروض يعني اول ما يعرفوا انت جاي فيحضروا لك اكل مخصوص طبعا عشان تخش تاكل. ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبي اللي انت بتقوله ده؟ ني ايه وشغل ايه؟ انا اول ما يعني الناس كلها راحت كانت عنده، الناس كلها مبهوره بالاكل، انت الوحيد اللي فيه ني وفيه مش عارف ايه. انا مش هقدر اكمل الفيديو، معلش. الفيديو اللي بعده. انا نفسي اشوف في المنطقه دي راجل يطلع لي، راجل واحد. هو اللي انا اعرفه ان الرجاله بتطلع تقول كده، لكن اول مره اعرف ان الحريم اللي بقى تطلع تقول كده، دي جديده ما نعرفهاش. بس
انما اقول ايه؟ شكل مفيش رجاله هنا ولا ايه؟ ايه على الصبح في رجاله. مالك يا خال بس طلع تعمل ايه؟ خش يا خال انت، خش انت ريح انت العظمتين عشان العظمتين كبروا. انت بقى الراجل؟ ايوه انا الراجل. هو في ايه انت ماسك على صور؟ ما راجل اهو يا جدعان، في ايه مالكم؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب على القلم، ده قلم مجبرين ده. قلت لك يا خال خش جوه، قلت لك حتى التمثيل بتاعك اوفر، قلت لك خش جوه من الاول. ده قلم بجد؟ ايه ده افيه ده ولا ده ايه؟ مش فاهم. لا ده جرافيك يا روح امك. ليه بتخلوني اطلع الوحش اللي جوايا؟ خش. خدت بالكم من زاوية التصوير؟ لا ناس هايله. ايوه زي بعض ست، انا ما ينفعش امد ايدي عليها، مش هشكر فيها. اسا انت 100 100 يا عم الحاج، اعمل لايك. بس احنا كده خلصنا الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واعمل كومنت، والله اقسم بالله العظيم ما هتخسر حاجه. بس اشوفك الفيديو الجاي، سلام.